يسيب الاهلي هو الخسران، بس كده. النادي الاهلي يا باشا ما بيخسرش، اللي يسيب النادي الاهلي هو اللي بيخسر. بس كده خلاص. رمضان صبحي، احمد فتحي، كل الهري ده هما اللي خسروا. كلنا شفنا نادر شوقي ما قالش حاجه جديده والله. نادر شوقي قال لك ان رمضان صبحي العقليه بتاعته هي اللي دمرته. الراجل ده كان في الاهلي هيبقى تريكا رقم اتنين. انت متخيل كان هيوصل لانه مرحله تريكا رقم اتنين. ولكن العقليه بقى صاحبي، الاستعجال على الفلوس. مع ألف سلامة يا رومي، مع ألف سلامة. ولا تشغلنا. أحمد فتحي بقى قالك إن هو المفروض إن هو يبطل كورة، لأن هو خلاص خلص اللي عنده. وأنا بصراحة متضامن جدا 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 مع التصريحات بتاع نادر شوقي دي. أحمد فتحي كان أفضل له إن هو ينهي في النادي الأهلي، ولكن شاء القدر إن هو العقلية برضو تخليه يروح نادي الطموح. بس كفاية بقى فتحي، لأن بجد تاريخك بيتهان باللي أنت بتعمله في نفسك. بس.